من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماع وجدانك. صح لسانك على إذاعة الرياض. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الشيق صح لسانك. معكم وبكم ورحب بالزميل وضيفنا الشاعر الكبير راشد القناص. أهلا وسهلا أستاذ راشد. مساك الله بالخير يا أبو متعب، يا هلا بك والله وبالمستمعين جميعا. سعيد جدا حقيقة بهذه المداخلة الجميلة. ايوه، هو برنامج كامل وليست مداخلة أبو محمد. يعني أتشرف طال عمرك. نعم الله يحييك. الله ربي يحفظك. طبعا أنت شاعر ومؤلف وكاتب ما شاء الله عليك، وكذلك مقدم برامج، وكنت زميل لنا في ذات الرياض، قدمت العديد من البرامج الشيقة حول الأدب والشعر وكذا. كيف تشوف أنت جمهور الشعر؟ والله يا أبو متعب، أولا أشكرك جزيل الشكر على جهودك الطيبة. لا تذكر فتشكر في خدمة الموروث الشعبي والأدب الشعبي والشعر. الحقيقة مهما حنا خدمناه لن نوفي حقه. أنا أشكرك أبو متعب على برامجك المميزة والنادرة في خدمة الشعراء والشاعرات في مملكتنا الحبيبة وفي خليجنا الغالي. الحقيقة الجمهور أبو متعب متعطش جدا لهذه النوعية الجميلة من هذه البرامج التي تعنى بالأدب الشعبي. أنا كم أتمنى الحقيقة وأضم صوتي للكثير من المتابعين حينما يطالبون الحقيقة بكثرة البرامج الشعبية في إذاعتنا الجميلة إذاعة الرياض. لما نحن في السعودية الحمد لله ولله الحمد والمنة الحقيقة يعني ركن أساسي من أركان الشعر ومتابعيه، فمنا دعوة وبكم التفكير والعناية. جميل. احنا اولا سعداء بسماع صوتك الجميل. الله يطول عمرك، جمال الله حالك. وكشاعر كبير احنا اليوم استضفناك معنا شاعر ومؤلف. والله ودنا ناخذ الجانب، هل اصبح راشد القناص المذيع والشاعر والأديب والمؤلف هل اصبح مدرسة يقتدي ببعض الشعراء؟ أنا الله يطول عمرك. والله يا أبو متعب مدرسة كبيرة علي شوي. أنا تلميذ من تلاميذ الشعراء الكبار، وتسلمت الحقيقة على إيدينكم أبو متعب وكبار الشعراء، وهذا والله شرف لي كبير. وما وصلنا به حاليا الفضل الله ثم دعواتهم الطيبة في ظهر الغيب يا طويل العمر. تسلم. ودنا نسمع قصيدة، لكنك أنت شاعر غزل، يعني مصنف من شعراء الغزل. اللي تبي غزل، تبي اجتماعي، تبي وطني. نعم. أنا تحت أمرك. الله ربي يطول جميل عمرك. ما نبي نفرض عليك شيء، أنت زميل عزيز وحبينا نذكر المستمعين الكرام بصوتك الجميل، فأنت تختار لهم. الله ربي. أنت اللي أي نوع تبي؟ غزل، اجتماعي، وطني، اللي تبي حاضر والله تبي كله، يعني لا نفرض عليك شيء. الله يا ربي يطول. والله أنت حيرتني ذا الحين. في قصيدة أقول طال عمرك: لبيه للي بخص الحب لبيه، لبى معليقه ولبى حروفه، الصاحب اللي كل محل طري يبز قلبي وانتشي مع طيوفه، لو يطلب الروح العزيزة هنعطيه سر الغلا ما بين جوفي وجوفه، صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه، من لهفة الأشواق زانت لياليه، فاحت زهور الحب واخترت نوفه، أدمنت أنا بالعشق وش حيلتي فيه، وادري قيود الوقت تمنع ظروفه، همس المشاعر تحتفي به تناديه وتعانق إحساسه وتحضن كفوفه، لو يلمس جروحي بلمسة يديه طارت وزان الوقت لي مع صروفه، لو يعرف أشواقي على كثر مغليه تعجز قواه في الشعر تذكر وصوفه، يا الله يا المعبود خلي تخليه وجعل المنايا ما تجيه وتحوفه. سلامتك. تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك. الله يربي طول عمرك. الشباب معي بالاستديو يا ابو محمد يقولون نبي نسمع قصيدة ثانية. انا كان ابشروا بالسعد والله اتشرف طال عمرك، وغالي والطلب رخيص. لا ورافعين يديهم الحين، رافعين يديهم بعد. يقول طال عمرك: طال انتظاري يريش العين وش جاك، طال انتظاري يريش العين وش جاك، تقسى على قلب يحبك ويغليك، ما تدري انه داخل الروح مرساك، وما تدري ان النبض فيني يناديك، وش قيمة الدنيا حبيبي بلياك، وش موقفي لا ضاق صدري يناجيك، مدمن على حبك وشوفك ولا ماك، ما اقدر على بعدك ولا اقدر
أخليك جيتك وأنا في غاية الشوق لرضاك، جيتك وروحي ترتعش بين يديك آمر تدلل سم كلي أنا فداك أفديك بالروح العزيزة، أنا فديك أسعد ليالي العمر لا صرت وياك، وأسعد ليالي عشتها مع لياليك، ارتاح أنا لا شفت طلة محياك، وارتاح لا جابوا مع الناس طريق، حياتي في فرقاك فوضى وإرباك، ما يستقر الحال إلا حواليك، جافي روحي والبرايا ولا جفاك، الموت هو اللي من إني أجافيك. سلامتك سلامة السامعين. تسلم وصح لسانك. صح بدنك. جميل يا راشد. الله ربي يجمل حالك أبو متعب. جميل. كم ألفتي لحد الحين؟ والله يا أبو متعب تقريبا حتى الآن عندي ما خاب ظني تقريبا 14 إصدار تقريبا أو 15 تقريبا. 14 عنوان. نعم عنوان، منها القاموس الشعبي. أول شيء ديوان أصدرته شخصي لي أنا عام 1422، جمعت فيها يعني قصائدي المتنوعة متعددة الأغراض. وكتاب الثاني القاموس الشعبي، كلمة قديمة وشرح معناها مع الشواهد الشعرية، وتشرفت بطباعته في مهرجان الجندرية هنذاك، ووزع على الضيوف المهرجان. والحقيقة طبعت كذلك أيضا جزء ثاني من هذا القاموس الشعبي، أصدرت كتاب الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية، جمعت تقريبا 200 مثل شعبي دارج، شرحت معنى هذا المثل ومعها الشاهد الشعري الدال عليه. أيضا أصدرت كتاب مراثي في زوجتي الله ربي يغفر له وسكنها الجنة جميع موتى المسلمين، أطلقت عليها أصدق المرثيات في أوفى الوفيات، في 25 قصيدة معها القصائد والمواساة للشعراء والشاعرات الذين وصوني ذاك الوقت. أصدرت كتاب تقريبا أبو متعب، كتاب نوعي اسمه أشهر شعراء الأحساء، من أشهر شعراء الأحساء طبعا 6 شعراء من أشهر شعراء الجزيرة العربية، منهم طال عمرك سليم بن عبد الحي، منهم سليم بن عبد الحي وسليمان بن عفالق وحسين الصايغ وحمد المغلوث ومهنا أبو عنق الخالدي ومحمد بن مسلم الأحسائي. هذول الحقيقة قعدت في هذا الكتاب يعني مدة يعني تقريبا ما خاب ظني 7 سنوات أجمع المادة. الحقيقة أصحاب أهالي الشعراء رحمة الله عليهم ما عندهم قصائد أهلهم الشعراء هذول، أنا جمعتها من دول الخليج ومن الرواة ومن الباحثين، وفقنا الله في إصدار هذا الديوان يتكون من 400 صفحة تقريبا. جميل. اي نعم. والحقيقه الشعراء يعني من شعراء معروفين يعني على مستوى الساحه الشعبيه وعلى مستوى العالم العربي ما شاء الله. ايضا اصدرت ديوان من شعراء منتدى الادب الشعبي، انا كوني رئيس مجلس الشعر مجلس الادب الشعبي اصدرت هذا الديوان لعد من الشعراء المنضمين للمنتدى، تقريبا 52 شاعر، هذا يمثل بكوره يعني الديوان الاول، وان شاء الله فيه تلحق ان شاء الله عدة اجزاء. أصدرت كذلك أيضا عشان ما احنا راح كل الحلقة راح تصير عن إصداراتك، بس الشباب يقولون بنسمع قصيدتين غازل. أبشر والله بالسعد، أبشر والله بالسعد، الله يا رب يطول في عمرك. يقول أنت مع الطماعين يقولون 3 والله أتشرف والله محمد المنير والشباب اللي معهم جميع. أقول طال عمرك تبي تعرف قدر حبي وكم قلبي عليك يذوب، ولا لي حيلة عنك غرامك في شراييني، تبي تعرف قدر شوقي وانا عقلي معك مسلوب، اشرع لك انا قلبي وتزهر بك بساتيني، تعال وبعثر ضلوعي تشوف ان الغلا مكتوب، احبك قالها قلبي بكت من اجلها عيني، انا محتاج اسولف لك عن حبك حشا ما توب، عليك الله ومانه ما نسيتك لا تعنيني، أنا من اللي بهالدنيا سواك اللي ملكت قلوب، كثر خوفي كثر حزني عليك حرام منك تجافيني، أنا من اللي بهالدنيا سواك اللي ملكت قلوب، كثر خوفي كثر حزني حرام منك تجافيني، أنا بتبعك يا خلي ولو طالت علي دروب، ومهما البعد عذبني تخيلك لا تخليني، أنا باقي على عهدي وفاء وخلاص يا المحبوبة، لجل عينك
تحملت العناء والهم كاوين. سلامتك وسلامة السامعين. تسلم الله يربي. تبي ترى زود موجود اللي تبغي حاف. جميل. نبي وحدة يا راشد. أقول طال عمرك، نختاركم واحدة. يقول يا بعد عمري عسى عمرك يطول، يا بعد عمري عسى عمرك يطول، حتى لو تاخذ من سنيني سنين، كامل بالزين ما ادري ويش اقول، كل شيء فيك بعيوني يزين، في غرامك صار عقلي في ذهول، في غرامك صار عقلي في ذهول، يا ملاذي حبك بقلبي مكين، في ودادك مقبل انصاف الحلول، والغلا دايم على وجهي يبين، في حديثك بلسم يا ابن الأصول، باللباقة والأناقة والحنين، وش بقى الناس حيرت العقول، صار قلبي في عداد المغرمين، من يلوم القلب لا صابه ميول، في هواك العف والعقل الرزين، ثابت حبك ولا يمكن يزول، صرت أنا وياك رمز العاشقين، ما يطيع القلب حاسد وعذول، وانت نبع الحب بالعلم اليقين، يحفظك ربي من عيون الفضول، يسعدك يا بعد عمري كل حين. سلامتك. تسلم وصحة لسانك. جميل. نواصل حديثنا أخوي راشد عن جميل. أنا أيضا عودا على بدء أصدرت كتاب ممتع الحقيقة، هلاليات. هذا الكتاب هلاليات يتضمن 75 قصيدة على البحر الهلالي. نعم. وكما تعرف بأن البحر الهلالي هو أول بحر طلقه الشعراء الشعبيين. نعم. أنا ذاك نسبة لتغريبة بني هلال. الحقيقة يعني أنا اخترت 75 قصيدة يعني مختارة من جميع شعراء الخليج العربي والعالم العربي على كل حال، وكثير منا من الشعراء يعني أثناء نظمهم في القصيدة الهلالية يخلط بين الهلالي وبين المسحوب. أي نعم صحيح، خاصة بالشطر الأول من البيت. الشطر الأول من البيت ويصير العج الحقيقة يعني نفسه يخليه مسحوب، وهو الفرق يعني ترى بس فقرة يعني حرف واحد فقط لا غير يعني، عرفت؟ ولكن تكلمت على هذا الشيء وقلت يعني ان هذا يعني يعمل كذا كذا، ناهيك على يعني وضحت كل اغلب القصائد حطيتها يعني موجوده كلها هلاليه صرفه يعني. جميل. كتبت انا هلاليه في ضمن الديوان، يسعدني ان اسمعك اياها ان بغيت. انا والله مجموعه هلاليات عندي. جميل. فاذا ودك اسمعك اياها حاضر. نسمعها. اي والله. يقول سقى الله ايام تغير طبوعها، وعفى الله عن عين تهامل دموعها، أسباب منهي بالمودة تغيرت، عنقره عشان زين دلوعها، عزي لحالي زود الهم علتي، وذكر الليالي مستحيل رجوعها، رعى الله روح بالمحبة تعذبت، وخابت مساعي الحب وطفت شموعها، أشبي عليها كيف ترحل وتختفي، عشرة عمر مع الليالي بطوعها، ما غير أسلي خاطري مع خيالها، ونفسي أهديها من اللي يروعها، علو عسى في تالي الوقت تنتبه، وملاعني في الحب علّه جلوعها. صح. هذه صاحب الذنك، هذه هلالية من عدة هلاليات كتبتها. جميل. والهلالي طبعا أخذ من الشعر البحر الطويل الفصيح. نعم البحر الطويل. نعم. هو نسبة تغريبة بني هلال يعني، لو هو أول بحر نظم عليه الشعراء الشعبيين البحر الهلالي. والحقيقة يعني ما كل شاعر يجيده، مع احترامي يعني الشعراء ما كل شاعر يجيده لأنه يحتاج إلى فطرة. نعم. ويقال أن عمره تجاوز 1000 سنة. إيه كثير. أول ما بدأ الشعر في الهلالي. جميل. عرفت. وكانوا يغنون ذاك الحين على وقت على الرباط والله ذاك الحين. أيضا أصدرت كتاب أبو طلال عن الصخريات. حلو. 100 قصيدة مختارة على البحر الصخري. عرفت طول العمر. نعرف أن البحر الصخري هو من أقدم البحور، وهو يعد ثاني بحر
في الشعر النبطي بعد البحر الهلالي من الترتيب، وسمي بالصخري كما تعلم أنه يصخر القلب المستمع ولحزنه وتأثير العميق بذائقة سامعيه. أيضا يتسم بجرسه الموسيقي الجميل. أيضا حنا نسميه بعض الأحيان في دول الخليج يسمونه بالفراق، ولها من اسمه نصيب كثير يعني من الحزن والكآبة والأسى والألم والبعاد، الله يكفينا شر الألم والبعاد. نعم. أيضا الشعراء ويمكن يعني نسبة لهم الحرية في نظم القصيدة على البحر الصخري مسلكان. يعني المسلك الأول إهمال القافية في الصدر فلا يلتزم بها الشاعر، وما سلكه القدماء من الشعراء ودأب عليه بعدهم بعض الشعراء في التهذيب، أضيفت له بعض التحسينات على يد الشعراء المتجددين منهم باللعبون الذي دخل على هذا البحر إضافات جميلة أعطت النص الشعري جاذبية الحقيقة. فهو يعني لك الخيار. على سبيل المثال أبو متعب اللي يقول خالد الفيصل الأمير خالد غريب الدار ومناية تسلي أسلي خاطري في حب خلي سمعت الشور من قاصر المعرفة يحسب البعد عن داره يسلي. لو لاحظت الآن هو ربط الصدر الأول مع العجز وأهمل البيت الثاني والثالث الصدر، نفس ما قال الأمير محمد الأحمد سديري حياته كلها صبر وجلادة وغيري عايش يعيش السعادة أنا اللي عاشق بالغي مغرم غريم في هواء راعي الجلادة. أيضا علوة أنها هذا مقفى يعني هذا مقفى نعم. قصيدة خالد الفيصل أهمل صدر البيت. نعم. عندك الأمير الشيخ محمد بن راشد المكتوم الحقيقة يعني التزم في الصدر والعجز اللي يقول عليهم صابر والصبر طول عسى أنال في صبري شفاعة سبب خل عليه القلب يهمل همل العين ما كف اندفاعه. أيضا الأمير عبد الله بن خالد هلا باللي على خد علامة غريب الوصف شامة فوق شامة. كثير الحقيقة القصائد الجميلة جميل. وعلى العموم وسبقهم باللعبون بسقى غيث الحياة مزن انتهى لذلك سموها الفراقي. الله الفراقي على قبر في الخليج الفراقي. نعم. الله على قبر مثلعات الحجازي ينوجبها البختري وخزامة وترتفي موجودة في الكتاب كلها موجودة طال عمرك. أقول موجودة في الكتاب 100 قصيدة مختارة يعني من عدد من الشعراء. لقيت الناس ما منهم سلامة لزوما يلحق منهم ملامة. كثير الحقيقة من البحر الصخري الجميل المميز ما شاء الله. جميل. أيضا أصدرت كتاب شذرات شعرية، والحقيقة هذا الكتاب تقريبا صار ترند يعني وين نفذ والله خلال يعني أشهر معددة. هو مختارات بيتين 3 أبيات بيت لعد من الشعراء والشاعرات في الخليج العربي. أيضا أصدرت كتاب مزون الشعر عن طريق مهرجان الشارقة ضمت فيه مجموعة من قصائدي. أصدرت ديوان درر غنائية جمعت يا أبو متعب بالقصائد السامرية القديمة اللي غنوها الحقيقة الشيبان الأولين الشعراء القدامى. جميل. قبل ما نروح لهذا الموضوع نبي نقف عنده شوي. أبرك وسعد. نبي نسمع من القصيدة. قصيدة طال عمرك وش أسمعكم الله ربي طول في عمرك. أقول واللي جمعني فيك من غير ميعاد أنك هيا ساكن في خفوقي يزداد حبي لك مع الوقت يزداد وانت من قلبي وشفي وذوقي وشعاد لو جن المزايين وشعاد تبقى قمرهن يا حبيبي وشوقي ملكت تاج الحسن يا تاج الأسياد وسكنت قلبي والغلاء في عروقي مهما ابتعدت تبقى معي فرحة عياد هين في حبك ولا أبغى أفوقي مشتاق لك والشوق بالقلب وقاد أنا عشقتك وانصرت معشوقي طيفك يعانق عيني يفصح ورقاد أرقب سما وصلك تشب البروقي لا من حضرت القلب لك دوم نشاد ولا غبت قلبي لا حشا ما يروقي إن جدت لي بالوصل كنا الزمن جاد تنبت بك القيعان تزهر روقي. وسلامتك. تسلم وصحة سنة. جميل. واصل حديثك عن أجمل إصداراتك اللي هو الشعر الغنائي. سم الله يحفظك. اللي هو الشعر الغنائي أنت تكلمت كثير عن الشعر الغنائي. أصدرت عمرك الدرر الغنائية الحقيقة. اخترت 100 قصيدة الحقيقة أبو متعب مختارة سامرية على
مستوى يعني من خلال ذائقتي، يعني مثل العد من الشعراء، مثل قصيدة الأمير محمد بن عبد العزيز فالح اللي قلت رحب بغيري وذا الولهان وانت عيوني معنيها. أيضا ناح الحمام بعاليات المقاصير وأهل طربين ما يسمعونه للشيخ عبيد العلي الرشيد. بحق الحب سيري يا حمامة للأمير محمد الأحمد السديري. أيضا الشاعر كويتي جاسم بن شهاب اللي يقول عذروب خلي حسنها الفتان يزين خلي ومحلى عذروبه. أيضا للدجيمة العتيبي اللي يقول يا جر قلبي جر لدن غصوني غصون صدر جرها السيل جره. أيضا يا جماعة كيف ما فيكم حمية قالوا تحبه قلت ما هو بالحيل. كثير يا ذا الحمام اللي سجع بالحون. كثير كثير حقيقة السامريات يا حبيبي حكمت خل حكمك عدال. كثير الحقيقة يا أبو مثل القصائد السامرية 100 قصيدة مختارة يعني بعناية من العد من الشعراء. لأشهر الشعراء وأشهر الأغاني في زمان. نعم الله يعني وجهة نظري تقريبا. يعني أيضا سؤال افتراضي. سم. أنت بصفتك يعني ما شاء الله عليك متذوق وحبيت الفن والشعر وكذا، في زماننا هذا هل في قصائد تنجح وتثبت وجودها مثل القصائد اللي قيلت واللي كتبت عنها أنت؟ نعم يا طول العمر، في هناك شعراء الحقيقة يشار لهم بالبنان يا أبو متعب، والله ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن وسائل التواصل الاجتماعي هذه أظهرت لنا شعراء مبدعين والله ما كنا نعرفهم من أول، عرفت؟ فسبحان الله قربهم لنا هذا الوسائل التواصل الاجتماعي جميعها، يعني جميع البرامج. فهناك مبدعين والله لا يكتبوا القصيد، والله أني أنا أتكلم عن نفسي أني أقف احتراما وتقديرا لهم. قصيد يعني نعم لا قالوا قصيدة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فأنا والله أشد على يدينهم ومعجب جدا بإبداعاتهم الشعرية. جميل. وش طيب غير الإصدار هذا اللي انت أيوة أصدرت كتاب طال عمرك، وأنا يعد هذا الكتاب من أفضل الكتب اللي أصدرتها طال عمرك في ولاة أمري حفظهم الله. سميته ديوان نبض الولاء، وهو يعني كتاب تقريبا نادر في نوعه، وهي محاكاة الصورة الملكية، يعني صورة مولاي خادم الحرمين الشريفين وأينما كانت نوعيتها، ومعها القصيدة صورة سيدي ولي العهد حفظه الله، صورة في مواقف الإنشاءات وبعض المواقف الاقتصادية والسياسية والمؤتمرات. هذا الكتاب يعني تقريبا 30 نص بين تغريدة وبين قصيدة في ولاة الأمر حفظهم الله، ومهما كتبنا والله ما نوفيهم حقهم. يعني من ضمن القصيدة في مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أقول: يا ملكنا يا كعام العايلين، دام عزك للوطن درع وسند، أشهد إنك كاسب الحق المبين، الحزم والعزم لك يا أبو فهد، رافع الهامة بك الشعب الأمين، حافظ الميثاق مخلص للعهد، مملكتنا شامخة طول السنين، راسية بالعز ما تخضع أبد، الحكومة والشعب متكاتفين لأجلها روحين تحيا في جسد، الحكومة والشعب متكاتفين لأجلها روحين تحيا في جسد، والعدو من فعلنا حظه يشين، من يعاندنا مفارق السعد، دمنا دون الوطن حصن حصين، نرخصه لأجل الوطن واكثر بعد ديرتي فيها النشامة، حاضرين كاسبين المجد لا حل الوعد. هذه في مولاي خادم الحرمين الشريفين. وكتبت في مولاي سيدي محمد بن سلمان بعد الحقيقة اللي يقول يا آسر الناس معروفك، في كالوفا ساطع كالشمس، حب الوطن داخل جوفك، مغموس حبه بدمك غمس، عدوك يهاب عاصوفك، يموت ما يلمسها لو لمس، يا سيدي لاحت طيوفك وارتاح منها مزاجنا عمس، رمز الكرم والوفا وصوفك، وانت الذهب ما علاها الطمس، هيبة بخطوتك ووقوفك، روح الوطن حاضرها والأمس ما تنوصف غالي حروفك، يصبح يجلي ظلام الدمس. كثير الحقيقة القصائد اللي كتبتها في ولاة أمري حفظهم الله
هذا أطلقت عليه نبض الولاء. والحقيقة دشنتها في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء. أشكر الأستاذ يوسف الخميس الحقيقة على إتاحة هذه الفرصة، ووزعت على محبي الشعر النبطي، وكذلك في اليوم الوطني كذلك أني طلعت يعني. جميل. وكذلك أصدرت كتاب الحمام في الشعر النبطي، مجموعة أبيات وقصائد قيلت في الحمام من يعني الحقيقة بذور هذه الأرض، أبيات مختارة من الفصحى وكذلك أيضا في النبطي. وعرفت الشعراء دائما يهمون مع الحمام، والحمام أنواع، عرفت الورقة وفي نفسهم سالم وحمام كثير ما شاء الله. فأصدرت هذا يعني كتاب متواضع. أيضا قبل شهر أصدرت من كنوز الحكم بيتين 3 أبيات 5 أبيات تعد من الشعراء في مملكتنا الحبيبة تختص بالحكمة، ومن ضمنهم قصائدك يا أبو متعب، وشرفت الحقيقة وسعدت بهذا الشيء. جميل. ويعني أخيرا قدرت تطلع زميلك شاعر وحكيم، شاعر مبدع شهادة مجروحة ما تقبلها المحكمة أصلا، وحنا نمشي على أثرك الله يطول عمرك. وكم مرة أنا استفدت الحقيقة من خبرتك الإعلامية والله يرحمك، وما أقولها مجاملة أو تزلفا، يعلم الله أني استفدت من توجيهاتك الله يطول عمرك. وبإذن الله أن حنا على ما قال راضين عنه وعن اللي قدمناه. جميل الله يبارك فيك. عندي ترى الآن مخطوطات تحت الطبع. جميل. هذا اللي كنت بسألك يعني وش مشاريعك المستقبلية؟ بس الشباب أبو محمد الشباب يقول يبون غزلي، يبون شو والله بالسعد كل شيء موجود. يلا تفضل. أقول طال عمرك يقول قصيدة قديمة عاد لكنها إن شاء الله إنها اللي يقول أتذكرك بالثانية والدقيقة، وكل ما ذكرتك قلت باكر أبنساك، أكذب على نفسي وأخبي الحقيقة، والواقع أنك وسط الأضلاع مرساك، كونت لك حب ومشاعر رقيقة في قلبي اللي ما يبي غير شرواك، حبك بقلبي والعهود الوثيقة أصونها وعزها لجل عيناك، أغصان حبك وسط قلبي وريقة، وفي غيبتك غصنك غدا كلها أشواك، لا شفت جيدك صار يلمع بريقة مثل القمر لا دار من بين الأفلاك، أقول جل اللي فرق بالخليقة وابدع جمالك يا عسى الرب يا قاك، عسى الوصل من بيننا ما تعيقه، واسعد بقربك واتشرف بلقياك، حيث المنى يبعد عن الصدر ضيقه، يلي حشا منساك لو قلت أبنساك. سلام. جميل. الله يجمل حالك. جميل بارك الله فيك. الله يرضى. الشباب يقولون نبي ثاني بس لا احنا نبيك تكمل كلامك. تبي قصيدة ولا تبي أكمل أسب عن قصيدة من 4 أبيات فقط لأنه من 4 أبيات تحيرتني ذا الحين. 4 أبيات اختار لكم التغريدة اللي يقول عن الوله والشوق، وينك حبيبي أرحم محب ضايق من سكوتك، طال الصبر والجرح عيا يطيبي، عجل بوصلك واطرب إذني بصوتك، رجيت رب عالم كل غيبي يفك قيدي من عظم جبروتك. جميل. بقى معنا فقط دقيقتين لذلك قلنا دقيقتين. الحقيقة أنا يعني أنا عندي إصدارات تحت الطبع من نشر الفنون الشعبية في المملكة، اخترت 15 فن دارج في المملكة في جميع مناطق المملكة، مع الشواهد الشعرية ومع الصور اللي تعنى كذلك فيه. أيضا عندي كتاب طال عمرك الشوامخ في الشعر النبطي، أي شيء مرتفع مثل طويق ومثل المرقاب ومثل عيطة إلى آخره أيضا حطيتها في كتاب. وعندي كتاب أخير القهوة في الشعر النبطي، كلها إن شاء الله راح ترى النور قريبا. وفي هذه المناسبة الحقيقة أبو متعب أشكر الحقيقة رسالة خاصة أني أشكر الشيخ الشاعر حمد بن سعود بن عبد الرحمن الفاني على دعمه لي شخصيا لطباعة هذه الدواوين الكتب الشعرية التي تعنى بالأدب الشعبي، والتي أضافت للمكتبة الشعبية شيء كثير. وفي قبل الختام أشكرك أبو متعب على جهودك الطيبة وعلى حقيقة استضافتك لي، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل. وأشكر المخرج أبو منيف الحقيقة، وبإذن الله القادم راح يكون إن شاء الله أجمل بحضوركم إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله أيضا نقول
خلال الأيام المقبلة والشهور المقبلة نستضيف شاعرنا والأديب الكبير راشد القناص، ويكون لديه الجديد والجديد عن الأدب الشعبي، وهو أحد أعلام الأدب الشعبي. أعزائي المستمعين، كان معنا الشاعر والأديب والمؤلف الكبير الزميل راشد القناص. شكرا له وشكرا لكم على كرم المتابعة، وشكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك. صح لسانك على إذاعة الرياض.